احنا اللي نحميكم. اعتصم بالسلم، احنا اللي نحميكم. اما تيجي الان تسكر لي شارع وتعمل لي دوحه. سلام، أنا عديل. الاحتجاجات حق وطني دستوري لا خلاف عليه، بس وين القصة؟ شو تفاصيلها؟ مين المحقوق؟ والأهم شو الحل؟ وقبل ما نفوت بتفاصيل الاحتجاجات وأسبابها والحلول المقترحة والمديونية وجيبة المواطن ومعادلات التسعيرة وضريبة المحروقات أو السعر الدولي أو خلينا نتفق على كم قصة أساسية، كم نقطة انطلاق، اتفاق على بعض المسلمات إذا بدكم. أولا، سيدنا قال انتوا اضغطوا من تحت وانا بضغط من فوق، يعني سيدنا اللي بيطالبنا فيها بالاحتجاج، وبالتالي الاحتجاجات مش بس واجب وطني ودستوري، الاحتجاجات ضرورية ومهمة وبتخدم المصلحة العليا للوطن. الوطن مين هو؟ المواطن والحكومة والجيش والدرك والتاجر الكبير والتاجر الصغير والمقمط بالسرير. ثانيا، في فرق كبير بين الاحتجاجات هاي اللي عم نحكي عنها وبين انك تطلع تطخ ب1000 ليرة طلق بالسماء، او ترمي حجار على اخوي او ابن عمي اللي بالدرك، او تحرق بلدية وابن خالتي اللي بالدفاع المدني يتصاوب وهو بيطفي فيها، او تكسر باص في نسوان واطفال بالاحجار، او تكسر عمود كهرباء. هذا مش احتجاج، هذا شغب، هذا جريمة. الاحتجاج السلمي انك تقاطع الديزل مثلا، انك تضرب وما تشغل سيارتك، انك توقف سلاسل التوريد اللي راح تأثر على الاقتصاد وعلى الاسعار بالمناسبة. يعني اذا انت بتوقف سلاسل التوريد انت بترفع سعر السلعة اللي انت شخصيا بدك تشتريها، بس هاي التضحية لازم نمر فيها. الاساس هون انه كلنا شركاء، كلنا شعب ولا حكومة، وبديش ابلش بقصص المعارضة الخارجية على اساس انه عندنا معارضة خارجية مش كم واحد هربان او جهات مدسوسة او اي من هاي القصص. بدي اقول بالمشربحي انه في مشكلة بين الناس والحكومة، مشكلة حقيقية صادقة ولازم تنحل. هسا ما دام اتفقنا على المسلمات والتسميات، خلينا نحكي بالقصة نفسها. بس قبل ما نحكي بالقصة وتفاصيلها، اسمعوا هاي كمقدمة نبني عليها، واللي هي شو الحكومة بتحكي، وبعديها نحكي شو الناس بيحكوا، بس دور دور. لا تمتلك الخزينة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم طرف أن تدعم المحروقات. دعمت المحروقات ب550 مليون دينار أردني العام الماضي، ولا تمتلك أن تقوم بذلك لأنها لا تمتلك هذا المال. إن دعمت المحروقات ترتفع المديونية ويعجز الموازنة، ونستدين 550 مليون دينار إضافية أخرى على هذا الرقم. شو يعني لا تملك الترف؟ الحكومة السنة الماضية بأكم من موقع ما رفعت المحروقات ودعمتها على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا، وهاي القصة وقتها كانت ضرورية لأنه الناس أساسا ما كان معها مصاري ولا حتى بتشتغل، وجزء من الناس بأخذ نص راتبه، أو توقفت العلاوات أو فيش حدا فينا غير جماعة فحص الكورونا عمل مصاري. فتحملت الحكومة أو ما تحملت مش مهم، وقتها كان من الضروري عدم رفع المحروقات اللي ارتفاعها أساسا بيرفع كل إشي. المحروقات لما بترتفع سعر النقل وسعر الصناعة وسعر الشحن وسعر الزراعة، وإذا هذول ارتفعوا بترتفع أسعار المواد وأسعار البضائع والخضار والفواكه. بعديها شو صار؟ الحكومة بلشت ترفع المحروقات، لأنه حسب تصريحاتها إنهم رح يرفعوا الأسعار 4 مرات، وحكوا شرحوا ليش إنه هاي أي دعم للمحروقات يعني زيادة المديونية، والمديونية يا حافظين السلامة واضحة وصريحة. كيف؟ إحنا دخلنا من كل إشي بما فيها ضرائب المحروقات حوالي 8 مليار، ومصاريفنا 10 مليار، بمعنى إنه عندنا عجز 2 مليار، وهذا بعد الدعم الدولي بالمناسبة. طيب معناته مضطرين نتداين 2 مليار عشان نسد العجز، ومش بس هيك، مضطرين فوقيهم نتداين 5 مليار تقريبا كل سنة، هذول نسد فيهم قروض السنة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. فلا خصاونة ولا رزاز ولا نسور ولا ملقي ولا بدران ولا حتى مهاتير محمد عندهم حل ثاني غير انهم يتداينوا. لانه المعلومة المهم كثير انه من 10 مليار موازنة الدولة في منهم 7 مليار رواتب موظفين الدولة. فتخيلوا معي للحظة انه الحكومة ما دفعت الرواتب، او بلاش تأخرت اسبوعين. خلينا نكون صادقين مع بعض، لو تأخرت الدولة عن دفع الرواتب شو بصير؟ هذا رأي الدولة تبريرها. طيب والناس؟ خليكم معنا. زي ما عطينا الدولة تبرير، خلينا نعطي الناس برضو حقها بالحكي. شو اللي بدنا اياه احنا الناس الشعب اللي ما لنا دخل لا بموازنات ولا بنحط سياسات ولا بنقعد مع البنك الدولي وما بنسترجي نروح على البنك تبعنا لانه مقصرين بالاقساط؟ شو بدنا؟
بدنا نعيش، بدنا ندفع فواتيرنا ونوكل ونودي أولادنا على المدارس والجامعات ونعبي السيارات أو البكم بأكم ليرة تنقضي مشاويرنا. في حدا عنده غير هذول؟ طيب رواتبنا ما بتزيد بس كلفة الحياة بتزيد، كان أجارات ولا أكل ولا سوبر ماركت ولا تدفئة أو حطب أو حتى طشة، كل شيء بيزيد إلا الراتب. هسا زاد علينا البترول 4 مرات بأقل من سنة وأجت الشتوية وزاد الديزل والكاز. طيب فهمنا إنه الدولة ما بتقدر تخفض الأسعار وما بتقدر تدعم وما بتقدر توظف ولا بتقدر أكيد تزيد الرواتب، فهمنا، بس إحنا مش قادرين وصار الوضع لا يطاق، والأردن من أغلى الدول العربية. إحنا أساساً على السوشيال ميديا محتاجين من زمان، ومن زمان بدنا تغيير، ومن زمان بدنا حلول، وبنقترح تغيير الحكومة كل مرة. كل حكومة بعد 100 يوم نصير نتهب ونطالب بالرحيل. والسؤال هون، روحت هاي الحكومة الجاي رح تكون غير مثلا؟ ما هي المعطيات هي موازنتنا هي مصاريفنا هي دخلنا هو شو بدنا يعمل الرئيس الجديد؟ شو بإيده؟ الناس بيحكوا على السوشيال ميديا وبالعزايم بالشارع كلهم عندهم حلول. شو بيقولوا الناس؟ أولا بيقولوا احكوا مع الناس، مطلب مشروع، اشرحوا لنا شو القصة، صارحونا تنعرف شو بصير وبالتفصيل عشان يا نساعدكم يا نسد حلقنا. بترد الحكومة انهم بيشرحوا وبيحكوا بأكثر من محل بالندوات والبرلمان والنقابات، بس الناس ما بتسمع ولا بدها تسمع، هيك بيحكوا وفي منه. ثانيا خفضوا المصاريف، بلاش تركبوا سيارات فارهة، لا تسافروا إلا للشديد القوي، سوقوا هايبريد، لا تعينوا ناس برواتب خيالية. شو بترد الحكومة؟ إنه كلهم 28 وزير معظمهم بسوقوا سيارات كهرباء وقديمة بالمناسبة. وبموضوع السفر فعليا خلينا نكون واقعيين، القروض والمساعدات والاستثمار بتيجي من برا، فلازم يسافروا، لازم نحكي مع العالم. والتعيينات اللي بنسمع عنها والرواتب الخيالية، الحكومة بتقول إنه ما عندها رواتب خيالية، الرواتب كلها موجودة للي بحب يعرف، فيش إشي مخبى. بس برضو إحنا زعلانين وما بنعرف لا هاي الرواتب ولا قديش كلهم قلم قايم بكلفوا. ممكن تكون 10 مليون بالسنة أو 20، حلوين لو وفرناهم، بس الأساس إحنا ما بنعرف ولا أساسا مقتنعين إنه لو صار الحكي رح تنحل المشكلة. القصة إنه بدنا خطوات يا أخي ولو تجميلية، نشعر إنه صار شيء، في حدا تروح، في حدا نزل راتبه، أي شيء. ومرة ثانية، هل هالحكي بحل أزمة؟ هل بنهي العجز؟ هل بنزل سعر المحروقات؟ على الأغلب لا. ثالثا حاربوا الفساد وامسكوا كل الحرامية، وبصراحة هاي تقرير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد واضح وصريح، في فساد وقاعدين بيمسكوا. طيب بنعرف كلنا انه مؤخرا الناس بطلت ترد، بطل عندها ثقة. شو مساوة الحكومات جيد او عاطل؟ احنا زعلانين وبدنا تغيير الحكومة او حل البرلمان، او عقولة واحد على تويتر بيطالب تخفيض المحروقات للنص ومضاعفة الرواتب ورحيل الحكومة، كيف ما بعرف، بده هيك وخلص. هسا بدناش نتفلسف على بعض وبدناش نزايد على بعض. الاحتجاجات واحدة من الأدوات الديمقراطية والقانونية اللي بيكفلها الدستور للمواطن الأردني، وهينا قاعدين بنحتاج زي ما طلب سيدنا، وهينا بنضغط من تحت، وبصراحة هيها بلشت تطلع نتائج. هاي نتيجة اجتماع الحكومة بالبرلمان يوم الأربعاء. تأجيل أقساط البنوك على المواطنين بالشهر الحالي، وبدريش عنكو بس أنا هاي شخصيا أنقذتني. زيادة أجور الشحن ل 500 دينار. لجنة مشتركة لتنظيم عمليات الدور في المينا. تثبيت سعر صرف الكاز في الشتاء، عكس الانخفاضات العالمية على الأسعار وهي كويسة. زيادة دعم الطلاب المستفيدين من صندوق الطالب الفقير. توزيع 2.6 مليون دينار بدل محروقات للأسر الأكثر تضررا هذا الشهر. يعني صار في تجاوب، في ناس رح ينتقدوا، في ناس رح يأيدوا، مش مهم، المهم صار تجاوب، وهذا الحكي كثير مهم. بس بدي أرجع أكد على شغلة كثير مهمة، هذا شيء وإنك تحرق مبنى بشتغل فيه أنا وإنت شيء ثاني كليا. اللي بيحرق واللي بيرمي حجر على شرطي واللي بيطخ، هذا لا بيمثلني ولا بيشرفني إنه يمثلني، ولا حتى بيمثل مضربين نفسهم، لأنه هذا الحكي لا بينزل بنزين ولا بيرفع راتب ولا بينقذ اقتصاد ولا وطن. ما هو مش معقول الحلول إنه يا نقول للحكومة تدايني قد ما بدك بس عايشينا برغد ما بهمنا شيء زي كأنه إحنا مش شركاء بهاي الديون، أو نقول فهمنا ارفعي الأسعار وإحنا لعيونكم. أكيد في حلول كثيرة، بس بالمناسبة
ولا واحد من هاي الحلول بزبط نشوفه بكرة. زي شو مثلا؟ بدنا نخفف قيود الاستثمار بشكل انه يتكرفت المستثمرين وهم جايين علينا من اللهفة، مش يتكرفتوا وهم طالعين من عنا هريبة. وهاي بالذات زي ما هي مسؤولية الدولة والقوانين، برضو مسؤوليتنا احنا انه نشتغل بحق الله ونعطي ثقة للمستثمر انه الاردني لما يتوظف وبيشتغل بهاي الشركة زي كأنها شركة ابوه، لابوه يعني يشتغل فيها بدمه، مش لابوه انه يداوم وقت ما بده. وبدنا على قولة محامي قانون يجرم إعاقة الاستثمار، يعني اللي بتبارد على أي مستثمر بأي شكل ينحبس. نستثمر بالزراعة، بس مش حكي مثلا عيدوا التجنيد وكل المكلفين يشتغلوا زراعة على الدولة. وين المشكلة؟ مع انه الدولة بتدعم قطاع البرمجيات، بس زيدوا الدعم. بعرفش كيف اي شركة بتبيع برا الاردن سوفت وير او تطبيق اعطوهم اعفاءات زيادة، اعطوهم اي شيء. اقولكم اعزموهم برمضان على 3 افطارات بدريش. شو كمان؟ نخفف النفقات اللي ما إلها داعي، مع انها مش كثيرة، بس قرش على قرش بصيروا قرشين وبغطوا شغلة. وين المشكلة؟ مش شغلتي الاقي حلول، بس بعرف انه بنقدر نلاقي حلول. بعرف انه الحلول ما بتصير اليوم وبكرة وبدها سنين، بس احنا قاعدين وانتوا قاعدين، ما حدا فينا رايح محل. بدنا 2 مليار بالسنة زيادة، والاهم من كل هذول احكوا معنا وقولوا لنا عن الخوازيق، خازوق خازوق وبالتفصيل. اقولكم اعملوا استفتاءات عن كل الخوازيق واحد واحد، سووا لنا 12 استفتاء بالسنة وسموها ميثاق الخوازيق الوطني. هذا الحكي على بين ما نقدر ننتخب احزاب ونختار احنا الحكومات ونوكل خوازيقنا بدينا. ظل شيء حدا عنده حلول ثانية؟ يلا اعطونا حلولكم، بس بالله عليكم من غير الاسطوانات القديمة، والباقي عندكم.